الو، انا عميل قديم. لما كلمتك كنت متردد جدا. ازاي بقى بيتي اللي عايش فيه واطلع على شقه ايجار؟ استنى خليني احكي القصه كامله. اللي لسه قافل معايا ده كان عميلي من فتره. طريقه الاستثمار اللي اقنعته بيها كسبت 4 اضعاف. هو مش بس كسب فلوس، هو كسب ثقته في نفسه، وعرف ان المغامره المحسوبه هي بس اللي ممكن تغير حياته. في السوق العقاري في فرص معينه بتتكرر كل كام سنه. في لحظات الفرص قدامك بتكون واضحه جدا، بس مش كل الناس بتعرف تتحرك. الفرق الحقيقي بين اللي كسب واللي ضيع الفرصه هي كلمه واحده: الجرأة. ازاي تاخد ريسك محسوب وتسمع للنصيحة الصح في الوقت الصح. في مرة واحد من عملائي جالي وما كانش معاه اي راس مال يبدا بيه استثماره، بس كان عنده بيته الشخصي. اقنعته يبيع البيت وياخد هو واسرته شقة ايجار، وياخد فلوس الشقة ويحطها في مقدمات شقق عقارية في منطقة معينة. دفع دفعات الحجز واحتفظ بالاستمارات. واللي حصل بعد 4 شهور البيع كان اتقفل في المنطقة، والاسعار ضربت لفوق، والاستمارات دي اتباعت باضعاف سعرها. الراجل في شهور قليلة كسب مكاسب ناس كتير بتقعد سنين تستناه. انا مؤمن ان كل نقلة كبيرة في حياتي وراها ريسك ناجح. في العقارات الريسك مش معناه تهور، الريسك انك تتحرك في وقت غيرك واقف فيه. في ناس كسبت لما اشترت الارض وهي كانت لسه صحراء، النهارده الارض دي بقت مدينه كامله. اساس الشراء في سوق العقارات انك بتشتري رسمه على ورق. فالعادي ان معظم الوحدات بتتباع قبل ما تتبني، بتتباع لخيال وافكار واحلام كل مشتري. النجاح بيجي للي شاف خطوه بدري وبيتحرك بثقه وبنى على رؤيه مش بس ارقام. اللي عايز اقوله ان مفيش ليميت في السوق العقاري. ممكن تكسب من تاجير، من استثمار، من اعاده بيع، من تطوير، من تشغيل، وهكذا. السوق واسع وكل يوم بتطلع فرص جديده. اللي بيحدد انك ممكن تستفيد منها ولا لا رؤيتك وقدرتك انك تتحمل الريسك الصح. اللي بيخليك مستثمر عادي مش ناجح انك بتحاول تحافظ على اللي عندك حتى لو مش كفايه. ودايما الخوف بيحجمك. زي عميل تاني كان عندي، كان في نفس فتره العميل الاول تقريبا. كنت بقول له نفس الكلام، لكن اللي حصل انه خاف وقال لي خليني في الامان، مش هبيع البيت وادخل في حاجه مش عارف. وبعد فتره رجع يدور ازاي يشتري واحده من اللي المفروض كانت بتاعته، بس المره دي دفع 4 اضعاف من اللي كان المفروض يدفعه في الوحده الواحده. ساعتها عرف ان خوفه هو اللي خسره. اللي حصل ده كانت في فتره محدده جدا، من نص 2022 لحد 2023. الفتره دي الطلب على العقار كان عالي جدا، المعروض قليل والطلب كان عالي جدا. كانت كل خطوه محسوبه بتكسب، والسوق كله شغال بنفس مختلف. اللي كان بيعرف يحلل صح ويفهم التوقيت كان هو اللي بيكسب، لان وقتها مش كل الناس شايفه الصوره كامله. اللي اشتغل بعقل كان هو اللي بيكسب. لكن لازم نفهم ان ده ما ينفعش يتكرر بنفس الشكل النهارده. السوق بيتغير كل يوم وكل فتره ليها طريقه، والطريقه اللي نجحت بيها السنه اللي فاتت ممكن تكون سبب خسارتك السنه دي. علشان كده المرونه هي اهم سلاح عند اي مستثمر او محلل عقاري. وما تفضلش ماشي بنفس التكنيك كل مره، وما تفكرش ان اللي كان ناجح زمان هينجح بكره. ولازم تعرف امتى تتحرك وامتى تقف وامتى تغير الاستراتيجيه، لان السوق مش مجرد سباق تجري فيه ورا الناس. السوق محتاج تبقى فاهم بتجري ليه، ورا ايه، وهتقف فين. الفرق ما بين الاثنين عملائي ما كانش السوق واحد والفرص كانت قدام الاثنين. الفرق كان في اتخاذ القرار، في الجرأه المدروسه. لان السوق العقاري مش بتاع ضربات حظ، السوق محتاج عين شايفه بدري وبتتحرك بخطه واضحه. وده اللي بيخليني اقول دايما ان مش كل ريسك خطر، ساعات بيكون في ريسك هو سر نجاح. لان النجاح مش بيجي انك تسيب نفسك للصدفه او تستنى الظروف تمشي في صالحك. النجاح بيجي انك تكون جاهز تستغل الفرصه اول ما تشوفها. كل سوق ليه لحظاته، الارض لسه فاضيه، الحجز لسه شغال، والمنطقه ما حدش شايف. اللي عنده عين بس هو اللي يعرف يقتنص الفرصه دي ويحولها لمكسب حقيقي. ولو بصيت حواليك في السوق العقاري هتلاقي كل قصه نجاح وراها قرار جريء، قرار اتاخد في وقت كانت معظم الناس متردده. ممكن تاخد قرار يبان غريب للناس لكن انت شايف ابعاده. واللي بيحدد ده مش السوق، اللي بيحدد ده انت وانا. انا محمد بركات، الصندوق الاسود للسوق العقاري. استنوني الحلقه اللي جايه في بركات كاست.